امبارح اتحكم على سيادة المستشار الحبس 6 شهور. هي مش شماتة، بس هي في نفس الوقت عدالة. هو ده العدل. انت ناس كنت بتطلع يوميا تهزق فيهم وتشتم وتلعن معلش في كل حد يقابلك لمجرد انه مضايقك بس او مختلف معاك، ومع ذلك الناس ديت كان لها اهل، لهم ولاد، لهم ناس ممكن تزعل لمجرد ان حد زعلهم. انت ما كنتش بتهتم بالكلام ده كله، ما كنتش بتهتم باي حاجه لمجرد ان انت معاك حصانات او ما حدش يقدر يكلمك، وبتفتخر ان انت اقوى راجل في مصر من وجهه نظرك طبعا. فهي مش شماتة، هي عدالة أو عدل. وليه بقول كده؟ لأنه ببساطة أنت لما اتحكم عليك وتنفذ عليك العدل قبل كده في قضية محمود الخطيب، قعدت شهر في الحبس. لما طلعت أنت أكتر واحد استفدت من الموضوع ده، بإنك ما عدتش بتشتم حد. أنت طبعا ما كنتش تستغنى إن أنت ما تطلعش وتمسك الحديدة، ولكن ما عدتش بتطلع لايف، ما عدتش بتعمل مداخلات، لانك طبعا مالكش سيطره. واللي كان بيوطي لك الصوت يعني مالكش سيطره على نفسك يعني، واللي كان بيوطي لك الصوت كنت بتشتمه برضه. انت موطي الصوت ليه؟ علي الصوت، انا عايز اتكلم وعايز اشتم. مشكورين حلوا لك المشكله ديت. انت هتطلع برضه زي ما انت. الحلقه لو مدتها ساعه فانت هتطلع الساعه ونص بتوعك، هتطلع وهتتكلم وهتعمل كل حاجه، بس في لقاء مسجل. عليه غلط بتاع، وده كان باين كله في المونتاج يعني، بيبان ان انت تأثرك حاجات كتير لمجرد بس انت بتذكر اسم شخص هو مش على مزاجك او مختلف معاك. فده فادك جدا وفاد ناس كتير كانت ممكن تتشتم. لما تنفذ عليك العدل كان مصلحة ليك ومصلحة لناس تانية، ومصلحة لناس تانية كانت ممكن تقلدك، وكانت الدنيا هتبقى ماشية بصورة مش مظبوطة، ان اي حد مش عاجب اي حد يطلع يشتمه ويهزقه. ممكن اتعاطف معاك لو ما كبرتش، او طلعت استسمحت حد، او طلعت الناس اللي انت غلطت فيهم او خدوا حقوقهم، لو طلعت ان انت استسمحتهم، ساعتها الناس كلها هتقول يا جماعة سامحوه السماح. لكن انت لحد اخر 23 ثانية فاتوا يعني انت لحد اخر لحظة انت مصر ان انت صح، وان الدولة بتحاربك، وان الناس كلها ضدك لمجرد ان انت بتخدم نادي الزمالك. وانا مش شمتان، بس في نفس الوقت مش متعاطف. اعتقد ان معظم الناس كده يعني.